مرحبا، أنا دائما بحب أحكي لكم القصص اللي بتصير معي لأن عن جد ممكن إنه نتجنب كتير مشاكل من خلال هاي القصص اللي بتصير. ممكن إنه نوعي بعضنا البعض اللي جايين جديد يعرفوا كيف بده يتصرفوا، يعرفوا إشي هون عبيصير عنا. كان ابني بمدرسة قديمة، وكان كتير يعني متفق مع الأنسي ومع الأستاذ وما في مشاكل، ما يشتكوا لي عليه إنه بالعكس والله صار يحكي ألماني، يعني صار منيح الصبي. فأنا انتقلت على بيت جديد واضطريت أنقله من مدرسته على مدرسة تانية. المدرسة التانية كانت جديدة عليه ولسه ما بيعرف حدا وما كون صداقات، ما عنده حدا يعرفه، فكان يصير معه مشاكل أول ما فات على المدرسة. فأخد الواتس تبع المدرسة ونزله عنده، وصار يبعتوا كلياتهم رفقات وطلاب بيبعتوا على الواتس. فيوم من الأيام رفقاته باعتين صورة هتلر. ابني صدقا ما بيعرف مين هذا هتلر. آه، ماسحها ابني. لا، مو ماسحها ابني. ابني حافظ الصورة، مضلاني عنده وما بيعرف ايش هاي الصورة. شاف رفقاته عم يغيظوا بعضهم، بعتوا هاي الصورة، فكر انه يعني ملصق مثل باقي الملصقات، مثل اي شيء يعني بيغيظ رفقاته فيه. انتبهوا على هاي الشغلة. الأنسي شافت انه انبعتت هاي الصورة، بس انبعتت من قبل أطفال ألمان، ما علقت على الموضوع. بعد يومين ثلاثة ابني كمان بيرجع بينغاز من الولاد، بيمسك وبيبعت هاي الصورة نفسها، صورة هتلر. تركوا الدنيا كلها وعلقوا في ابني. والله كذا مقابلة. ابني صار مريض نفسي، صار بحاجة مدرسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، صار انه لازم تاخديه على طبيب نفسي، هذا يعني مو طبيعي. والله العظيم كله بسبب انه بعت صورة هتلر. رحت قلت لها الانسي لك والله ما بيعرف اشو هاي الصورة، رفقاته اللي بعتوها. قال لي ولو. قالت لي ولو لازم هو ما يبعتها، اكيد بيعرف اشو هاي الصورة لحتى بعتها. لك يا عيني والله ما بيعرف، لك رفقاته بعتوها. طيب ليش ما حسبت رفقاته؟ قال انا ما بعرف، شفته هو بعتها. والله هيك. قالت لي بعدين ابنك بهدي صوته، يعني طبعا ولد جديد بهاي المدرسة، يعني خجلان، يعني عبين ما يكون صداقات، عبين ما ياخد وجه على الأنسي. قال لا، هو بهدي صوته وما بيعرف بيحكي أصلا. هي ما حكته أصلا لحتى تعرف بيعرف يحكي أو لا. ابني عن جد يعني بيعرف يحكي ألماني. يعني كانوا شكوا منه المدرسة القديمة، الأستاذ والأنسي، والله كانوا عاطيني أرقامهم وقالوا لي عن مستواه. هون لا، ليش بعت صورة هتلر؟ صار هو مجنون، عملوا له يا مجنون بحاجة دكتور نفسي، عملوه انه ما بيعرف شيء، انت لازم تعالجيه، وبدهم ياخدوه على مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. هاي المدرسة بيكون فيها يعني تعليم خاص، بيعلموه مثلا كيف بده يتعامل بالمدرسة، بيعلموه بشكل خاص اكتر هيك. فانا اضطريت انه وافق، اضطريت غصب عني انه وافق. وافقت، يعني اذا ما وافقت بيعملوا لي مشكلة. ليوم كمان من الأيام والله اشتكوا علي كمان إلا اليوجنت أمت، واللي رحت ولا بيقولوا لي ابنك هيك عامل صورة هتلر، ابنك ترى حاطين عيننا عليه، يعني غلطة تاني بناخده منك. كله ليش؟ والله كله كرمال صورة هتلر. لك يا جماعة والله رحت سألت أستاذه يعني إيش بدي أساوي، كيف بدي أطلع من هالورطة. في أستاذ عبيجي بدرسه هوني. قلت له الله يوفقك، يعني بلكي بتفيدني، أنا ما بعرف، ما صار لي كتير هوني. ابني هيك هيك عامل. هم ضحك الأستاذ. لك ليش عم تضحك؟ قام قال لي مو اخويا مره كمان بيقولوا له رفقاته انه هتلر بيعمل هيك، هاي الحركه كمان عاطينهم درس عن هتلر. رايح هداك الولد بنص باحة المدرسة وعامل هاي الحركة تبع الحركة الشهيرة. قال لي والله راح جابوا له البوليس. قال لي اجينا لقينا البوليس معبي المدرسة وصاحولنا كلياتنا انه اخوكم هيك عمل. قال لي نحنا ما بقى نعرف كيف بدنا نطلع من هاي الورطة. قال لي والله ما بعرف ايش بدي انصحك ولا ايش بدي اقلك. فصدقا وصوا أولادكم لا يجيبوا هاي السيرة، ومن وقت اللي بتطبوا هون عرفوهن مينو هاد، وقولوا لهم يبعدوا عن أي شيء بخصوا عن الحركة، عن الصور، عن أي شيء بخصوا. هني خلص في بعضهم عن جد يعني بيسامحوا بعض أو هاي، بس نحنا كلاجئين لا خلاص، نحنا بده يدمرونا حياتنا كلياتها إذا منجيب سيرته. فبتمنى عن جد تنتبهوا لهذا الموضوع.